شكرا ده نسرين جدا انك انت اديتيني فرصة ان انا اشرح فكرتي. آه، رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، واتمنى ان الفكرة دي تتحط في موضوع تنفيذ، لان انا بحب بلدي جدا ونفسي الفكرة دي تتشاف. انا ما عنديش فكرة سيناريو ولا فكرة مسلسل واحد، لا انا عندي فكرة مشروع درامي. ازاي مصر ما يكونش عندها دراما بتتكلم عنها، دراما مش بالعربي ولا بأي لغة تانية، لا باللغة المصرية القديمة، اللغة الهيروغليفية. ازاي احنا ما عندناش دراما تعبر عن الآثار بتاعتنا وحضارتنا. احنا كنا بنقود العالم وعندنا ريادة في كل شيء. طبعا حلو إن إحنا يعني عندنا الدراما بتاعتنا باللغة العربية وجميلة جدا، بس احنا لازم نفتح مجال جديد، شيء يعمل تشوك للسوق كله من الناحية التجارية ومن الناحية الحضارية. انت بتعرف ابناء بلدك حضارتك بس مش باللغة العربية، وده يعني كده سبب. يعني السبب الاولاني ان اللغة الهيروغليفية دي اللغة بتاعتنا الاصلية، واحنا لازم نعرف الاجيال بتاعتنا احنا عندنا كان حضارة باللغة بتاعتنا، ولازم تتعرض على يعني على القنوات بتاعتنا باللغة اللي هي كانت المصري القديم بيتكلم بيها. تخيلي لما يكون او يعني المسلسل ديكورات فرعوني او مصري قديم، ده الكلمة الصح يعني. ميوزك بيعكس مدى التقدم ومدى الرقي بتاع الحضارة المصرية القديمة. تخيلي بقى لو الممثلين بيتكلموا باللغة الهيروغليفية. القصة أنا عارف جديدة وصعبة جدا وغريبة جدا، بس اللي هيعملها صح هيبقى جديدة جدا وجامدة جدا. من الناحية التجارية انت هتدخل ايراد في دراما محدش سبقك فيها، محدش يقدر يسبقك فيها لان دي بتاعتك. بلس انت هتستغل حاجة مهمة جدا. احنا مصريين، احنا المصريين الجداد بنتكلم عن المصريين القدام اللي احنا بنعتز ان احنا ابناء الحضارة المحترمة دي. احنا لازم نقدم دراما باللغة الهيروغليفية، دراما تاريخية، يعني مسلسل تاريخي مش باللغة العربية الفصحى ولا بالمصرية حتى، لا باللغة الهيروغليفية. هتقولي طب مين هيفهم؟ ما هو هيبقى ليها سبتايتل، في ترجمة ليها طبعا. هتقولي طب ليه العبكة دي؟ لا دي مش لعبكة، احنا هندي حتة سحر فيها. السحر في القصة دي ان هيبقى المسلسل مثلا بيحكي عن مثلا رمسيس الثاني او احمس او تحتمس الثالث. على فكرة انا مش يعني انا مش شغال في السياحة ولا لي علاقة باي حاجة بكتابة السيناريو، لكن انا عاشق للبلد دي بشكل غير طبيعي وعاشق للحضارة بتاعتنا اللي هي احنا نمثلها. ازاي احنا ما نعملش دراما مميزة؟ واحنا عملنا مسلسلات السنة دي والسنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها مميزة جدا. هتقولي طب يعني ليه؟ برضو عندي كذا سبب. اولا نيجي مثلا ليه الدولة اساسا عملت مسلسل اختيار، وليه جابت سوبر ستارز، وليه عملت جزء اول ثم تاني ثم تالت، وليه عملت مسلسلات خاصة بالاستخبارات، وليه عملت مسلسلات خاصة بتوعية المواطن المصري. اكيد في سبب. ايه هو؟ ان كان في مؤامرات بتحصل على مصر، والمؤامرات دي من آلاف السنين ولا زالت وهتحصل. تخيلي اما حد يتكلم عن الدراما بتاعته باللغة بتاعته الأصلية، دي مسج واضحة جدا، مسج ان احنا عندنا حضارة، عندنا لغة بتاعتنا الخاصة.
انا مش هقدر اكبر الموضوع واقول لك اللغه بقى تخش في المدارس والجامعات عشان الناس ما تاخدهاش بشكل تاني، لكن انا عايز يعني نبدا نعمل الفكره دي، نعمل مسلسل باللغه الهيروغليفيه البحته. طيب ده السبب الاولاني، هو فكره توعيه المواطن للحضاره بتاعتنا. السبب الثاني بصراحه، اي حد شاف موكب الحضارات، اسف موكب المومياوات، بصراحه جسمي كان بيقشعر، ومش هتكسف اقول لك ان انا دمعت من كتر الفرحه ومن كتر الافتخار، حسيت يعني بسعاده غير طبيعيه. احنا ازاي نعمل حاجه بالشكل ده؟ حاجه جامده جدا. ازاي نعمل حاجه بالعظمه دي وبالقوه دي ونعملها فين؟ عملنا الموكب ده في وسط البلد، حاجه عظمه بصراحه. احنا لازم يكون عندنا الدراما بتاعتنا الخاصه، دراما هيروغليفيه لازم تبقى اساسيه. الحاجه الثالثه، في اطراف اخرى غرضها ان هم يبوظوا او يشوهوا او يغيروا التاريخ من خلال بعض الدراما، وبيخشوا جوه الدراما الخاصه بالمصري القديم ويحطوا فيها المحتوى اللي هو عايزه. طبعا زي قناه نتفليكس المسلسل اللي هم عملوه خاص بكليوباترا، وده حاجه دي حرب، بس دي حرب ثقافه بقى. يعني انت صعب تحكم المحتوى الموجود على الانترنت، صعب. الشيء اللي تقدر تعمله هو حرب قدامها حرب، وحرب ثقافي قدامها حرب ثقافي. احنا لازم نعمل مسلسل يوضح ثقافتنا الخاصه بينا باللغه بتاعتنا، مش بالمصري ولا بالفصحى نهائي. بلس تخيل كده اما يكون مسلسل باللغه الهيروغليفيه، ايه اكتر حاجه هتميز المسلسل ده؟ ان احنا كلنا عايزين نعرف الترجمه بتاعته، فيترجم بالعربي ويترجم بالفرنساوي وبالانجليش وبالالماني، وهينتشر انتشار غير طبيعي. هتقولي طب ايه اللي يضمن لي؟ الضمان في القصه دي ان الدراما المصريه هي الدراما الثالثه على مستوى العالم. الدراما المصريه بعد الامريكيه وبعد الهنديه، فاحنا مميزين جدا. والدليل على كده كمان، لو انت فاكره مسلسل النهايه اللي كان نزل في 2020 بتاع يوسف الشريف، اما نزل التريلر بتاعه عمل مشاهدات بالملايين، وكل القنوات الاجنبيه ذاعته، وكل القنوات كانت عايزه تعرف المسلسل ده ازاي مصري او عربي حتى، وبالتكنولوجي ده وبالقوه دي. احنا نقدر نعمل المسلسل ده، ونقدر نعمله بكواليتي عالي، كواليتي عالي جدا. انا ما اتفرجت مثلا على مسلسل جودر اللي هو يعني بيتذاع السنه دي، والسنه اللي فاتت كان الجزء الاول برضه، بصراحه حاجه رائعه، اكثر من رائعه. مجهود الشركه المتحده برئاسه يعني استاذ تامر، بصراحه حاجه عظمه. يعني انا كمواطن افتخر ان هو يعني مصري وعمل لنا حاجه عظيمه جدا، تدل ان احنا عندنا رياده في المنطقه او حتى في الشرق الاوسط يعتبر. فاحنا لازم نعمل حاجه مميزه جدا تعبر عن ثقافتنا باللغه بتاعتنا تاني. انا عارف ان ممكن حد يقول لك طب ماشي، طب ما هو ايه الجديد يعني؟ احنا عملنا مسلسل تاريخي. لا، باللغه الهيروغليفيه. تخيلي لو واحد زي احمد عز او كريم عبد العزيز او اي بطل يمثل ملك فرعوني في عز عظمته وبيتكلم باللغه الهيروغليفيه، ويورينا الحياه ايام الفراعنه كانت ازاي باللغه الهيروغليفيه. يعني مش بس الديكور ولا ميوزك ولا تصوير ولا السيناريو، لا وكمان اللغه. احنا لازم نعمل شيء مميز مختلف، لان احنا نستاهل ده. انا حاسس ان احنا نستاهل حاجه زي كده مميزه. والشباب الصغيره من سن 15 ل 20 سنه، انا متخيل هم هيبقوا سبورتي جدا للقصه دي، لان هم عايزين كل حاجه جديده. الشباب دول هم يعتبر رجاله مصر كمان 10 سنين، يعني هم يعتبر البوتنشال ان هم يبقوا الدكاتره والمهندسين والمحاسبين والمحامين
فلازم يحسوا ان احنا عندنا حاجة مختلفة. في حاجة تانية عايز اقول يعني حضرتك عليها. قلت لي طب تقترح علينا ايه ممكن حد من الملوك الفراعنة. طبعا هم كتير جدا، سواء الأسرة ده كتير يعني. بصراحة أنا مش خبير قوي في الأسر عددهم ومن الملوك، لكن أكتر حد كان مميز جدا وأنا بقرأ قصته رمسيس الثاني وإخناتون الثالث. يعني بصراحة قصصهم مميزة، بالذات رمسيس الثاني. يعني أي حد يقرأ القصة بتاعته، رمسيس الثاني كان عامل مش دولة، كان عامل إمبراطورية تحكم من أقصى الشرق للغرب لأقصى الجنوب. كان عمل فتوحات وعمل حروب قوية جدا. الإمبراطورية المصرية كانت بتحكم الشرق الأوسط، فبالتالي ده ملك قوي وحكم مصر سنين كتير جدا يعني. والحاجة الثالثة طبعا رمسيس الثاني عليه كلام كتير وعليه تفاصيل كتير جدا، فحلو قوي ان احنا نتكلم عنه ونوضح قصته من ناحية مصر، ان احنا هنتكلم عنه. اخناتون طبعا قوي جدا تالت، لكن انا ارشح رمسيس الثاني اكتر يعني، ده وجهة نظري. طبعا في كذا ملك وفي كذا اسرة، ووجهة نظري ان هيبقى حاجة حلوة قوي ان احنا نعمل الكلام ده مش في مسلسل طويل. بما انها فكرة جديدة، يعني وجهة نظري تعمل يعني ميني سيريز، يعني مسلسل قصير 4 حلقات 5 حلقات، بس بكواليتي عالي، كواليتي مسلسل حشاشين، كواليتي مسلسل جودة. المسلسلات اللي احنا الناس كلها التفت حواليها، لازم يكون في حاجة يعني نقدمها بدراما قوي جدا. ما ينفعش يكون كمان درامتها مملة، لا، يكون المخرج اللي هيتولى مسؤولية الدراما دي يبقى قوي جدا. شكرا جدا، شكرا. وسلام طيب.